تخيل كده يا صديقي تكون شاب وحيد وعايش في حياتك الكئيبة، ولكن ما يحمله لك القدر أعظم بكثير. في يوم وليلة بتحصل على القوة العظمى القادرة على إبادة بلدان بأكملها، وكل ذلك لتصبح حاكم هذا العالم. فيا ترى ايه حكاية القوة دي واللي اختارتك انت بالذات؟ فشد يا صديقي حزام الامان عشان جايب لك النهارده حكاية مش عادية، قصة خرافية وصدقني هتنبهر. وخد بالك يا صديقي، كل الافكار والمعتقدات الموجودة فهي مجرد تخيلات وخرافات وليس لها اي اساس من الصحة. وقبل ما نبدأ انزل يا صديقي في الكومنتات ونصلي جميعا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهيا بنا لنبدأ في سرد احداث الحكاية. ده هو آن لين، مراهق جامعي كحيان، أهله متوفين ومفيش ذكرى ليه معاهم غير الصورة دي. بيقعد ياكل كيكة عيد ميلاده، وعلى الرغم من الحزن اللي هو فيه بيحاول يكتم مشاعره وبيقول: انت عارفة يا أمي، ابنك اتقبل في الأكاديمية وقريب هيكون واحد من أقوى مستعملي فنون القتال، هيكون معايا فلوس وآخر بالدنيا. وفي تلك اللحظات بيسمع صوت حد بيخبط على الباب، وفجأة الكهرباء بتقطع وعارف الساعة بتلف العكس بسرعة كبيرة وكل الأنظمة والأجهزة بتتعطل. يا نهار أبيض يا جدعان، ده هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ لا ده كده في روح شريرة في المكان، انا لازم اخلص منها بسرعه. فبيجري بسرعه وبيمسك التميمه دي وبيفعل قدراته الروحيه فلتختفي ايتها الروح الشريره. اختفي ازاي بس؟ الروح بتكون قويه جدا وبتلغي قوته. انا ساعتها بترعب: انت مين؟ امشي احسن لك، هتصل بالشرطه. وبيطلع تليفونه فعلا ولسه هيكلم النجدة على الرقم بتاعهم، بس بتعمل ايه بس؟ بوم، فجاه بيلاقي العجوز ده قدامه وبيضحك: اخيرا لقيتك يا صاحب النبوءه. انا متفاجئ: نبوءه مين يا عم؟ بس هوبا فجاه بيختفوا من المكان ومن العالم باكمله. يا حلاوه، ده شكل الاحداث هتولع من البدايه يا صديقي. فقام بيفتح عينه وبيكون متفاجئ: انت مين؟ وانا ايه اللي بعمله هنا؟ وبطير كده ازاي؟ فالعجوز بيقول له: انت هنا في نقطة بعيدة عن الزمكان، وحالا هنقلك لعالم تاني، وده بسبب عقد عمله والديك مع ملوك العالم الاخر، لانهم اساسا مش من الصين زي ما انت فاكر. وانت اكيد لاحظت ان مالكش قرايب مش كده؟ فقام فعلا بيتصدم، وفي اللحظة دي العجوز بيخرج قوة جبارة جدا بتزلزل المكان كله. قام بيقول له: وقف، انت هتدمر العالم كده. بس بيقول له: لا يا معلم، دي بقت قوتك دلوقتي. وبوم بيرميه عليه وجسم آن بيمتصها بالكامل وبتظهر لفيفة قدامه. فبيقول له: هو ده ايه؟ فالعجوز بيقول: دي رسالة توصية مني، استعد يلا يا بطل عشان من دلوقتي هتدرس في أكاديمية العالم الروحي. فقام بيوافق على طول وبيقول: كده كده مفيش حاجة خاف عليها في عالم البشر. والعجوز بيقول له: أهم حاجة خلي بالك من اللفيفة اللي معاك وهتوصل للأكاديمية عن طريقها. وبيكون ماشي. فقام بيقول له: استنى، ما قلتليش اسمك ولا انت مين وليه اخترتني؟ فبيقول له: مش مهم اسمي لانك هتعرفه هناك وساعتها هتتفاجئ، وانا مش عاوز احرق المفاجأة. يلا بقى روح وركز عشان رحلتك مش هتكون سهلة، بس انت قد اي حاجة ايها البطل. وبيطير بسرعة، وفي اللحظة دي النظام بيطلع من جيبه وللعلم اسمه دينج دونج ولسه بيتكلم معاه. فجأة بتظهر قدامهم كتلة من الطاقة، والنظام بيقول لهان: امتصها بسرعة قبل ما تدمر الحد الفاصل والزمكان اللي احنا فيه. بيعمل كده فعلا وبيمتص قوة هائلة جدا. وفجأة بتترمى بنت بسرعة من البوابة، والولد بيتفاجئ من جمالها وهوبا بتدوس عليه، وبعدها بتاخد بالها وبتقول له: معلش ما خدتش بالي والله، قوم انت كويس؟ وفجأة بتظهر قوة نظام لين وبيلبس رداءه المخصص لعالم الأرواح، والبنت بتنبهر وبتحس إنه عنده قوة عظيمة جدا. وبتقول له: أنا اسمي شاو لان. وبتسأله عن اسمه، فبيقول لها: أنا آن لين جاي من الصين. فبتقول له: أنت من عالم البشر، بس جيت هنا إزاي؟ فبيوريها اللفيفة، فبتقول له: دي تقريبا رسالة توصيل للأكاديمية. وبيقول لها: بس أنا معرفش حاجة هنا. فبتقول له: ما تقلقش، إحنا الاتنين تقريبا في نفس الفصل، فتعالى وأنا هعرفك على الدنيا. وآن كل ده متنح ومش مصدق وحاسس إنه داخل على عالم هيعيش فيه العيشة اللي كان بيحلم بيها. وبيروح معاها وبيوصلوا وبيدخلوا الأكاديمية، ومن هنا هيبدأ اللعب اللي على أصوله. وبيشوفوا ناس طايرة في كل مكان ولا كأنها أرض الأحلام. وشياو بتقول له: أهلا بيك في أكاديمية توب ماجيك، أتمنى تتبسط معانا. وأكاديميتنا عبارة عن أرض عملاقة طايرة في السماء، وزي ما أنت شايف كل الطلاب طايرين على سيفهم في كل مكان، وأنت كمان هتقدر تعمل كده. وقام بيتحمس جدا، وفي اللحظة دي بيشوفوا الطلاب متجمعين هناك، فبيروحوا يشوفوا في إيه، وبيلاقوا معلمين واقفين وبيكونوا على وشك بدء الاختبار الاول. فقام بيقول لشياو: يا نهار ازرق، هو اختبار من اولها كده؟ انا مش مذاكر. فبتقول له: لا يا عم، ده مش اختبار نظري، ده عملي. هتروح وتحط ايدك على الحجر ده وهيطلع منه نور بعدها، وعلى حسب النور ده تعرف رتبتك وانت في اي فصل. فبيقول لها: وانت عرفت منين اننا هنكون سوا الفصل الاول؟ بتخميني ولا ايه؟ فبتقول له: لا، انا متاكد انك هتكون من صفوه طلاب الاكاديميه. وللعلم الطلاب بيتقسموا تبعا لقوتهم، وفي تلك اللحظات بتنفجر قوه
مرعبة جدا، وبيكون ده طالب جديد واللي اسمه جي. والمبهر مش قوته الهائلة دي، لا، المبهر هو انه طالب جديد وتصنف من المرحلة التاسعة، وكل الموجودين مصدومين من رهبة حضوره، وبالتأكيد ده عبقري جديد داخل الأكاديمية. وبعدها بيجي الدور على واحد اسمه شيو تشينج، وشيو بيدخل وبيكون معاه رسالة توصية زي اللي معاه آن، وبيديها للمعلمين، وكل الطلاب وبالذات البنات حابينه جدا. وفي اللحظة دي قوة شيو بتزلزل المكان، وبتكون قوته من المراحل العليا، يعني من الآخر رتبة من رتب المقاتلين العظماء. أما دلوقتي فبيجي الدور على صديق بطلنا المقاتلة شياو، وأول ما بتلمس البلورة بتنفجر طاقة حمراء مهولة جدا بتملأ المكان بالكامل، وبتتصنف من المرحلة التاسعة العليا، وبتنضم للصف الأول. هو باين كده يا صديقي، أي حد اسمه بيبدأ بحرف الشين اعرف إنه مبدع، زي حالاتي كده يا صديقي، شين شادو. ودلوقتي بقى الدور بيجي على بطلنا آن لين، وشياو بتقول له مستنياك في الصف الأول، فكلهم بيقولوا مين الولد ده؟ وجي بيقول هو أي حد يقدر يدخل الصف الأول ولا إيه؟ وآن بيتحرك ومتوتر جدا وبيقول يا ترى أنا هعمل إيه؟ وبيطلع اللفيفة، وكل الطلاب بيتصدموا، والمعلمة جوهرة أول ما بتفتحها بتتصدم صدمة عمرها. مستحيل، دي رسالة توصية من السيد لو، أسطورة عالم الأرواح. العيال أول ما بتسمع اسمه بتتصدم، ده السيد لو ما وصاش بحد من آلاف السنين، إزاي؟ معقولة آن ده يكون أول واحد السيد لو يعترف بيه ويثق في قوته؟ والمعلم التاني بيستخدم قوة عيونه وبيجرب يشوف قوة آن، وبيضحك وبيقول أهلا بيك يا آن لين، أنا معلم الأعداد وشايف بعيني إنك هتعمل معجزات وهتصدم العالم الروحي بالكامل. فالعيال بتبدأ تسقف له والحماس بيملأ المكان. أنا هو كمان بيتشجع وبيقول لنفسه أنا خايف من إيه؟ أنا البطل هنا ومعايا النظام. وقام بيروح يلمس الحجر وكله منتظر وعلى أوبة الاستعداد للمعجزة اللي هتحصل دلوقتي. وكانت المفاجأة الكبرى. المعلم بيضحك عليه وبيقول له مش قلت لك هتعمل معجزات؟ انت اول طالب من الاف السنين يجيب صفر في الاختبار. فالعيال بتتصدم، والمعلم بيكمل كلامه وبيقول له بما ان السيد لو هو اللي وصى عليك بنفسه فانت في الصف الاول يا عم آن. يا على الواسطه وعمايلها، يعني تبقى جايب صفر وتدخل صف العباقرة المتفوقين. بس لا، اوعى تستعجل يا صديقي، عشان هتعرف قريب ان بطلنا آن لين هو اكتر واحد يستحق انه يدخل لصف العباقرة. بس العيال بتغضب اكتر وبيعترضوا ازاي يعني واحد قوته ضعيفه زي ده ويدخل الصف الاول؟ وبعدها بيعدي من جنبه الواد التخين ده ومتغاظ جدا من آن، وآن بيروح يعتذر من شياو عشان خسر، والولد التخين واللي اسمه لو بيعمل اختبار ومستواه بيجيب للصف ال100، فبيتغاظ اكتر وهينفجر حرفيا. ازاي الولد ده داخل الصف الاول وهو من المرحله الصفر؟ والشباب كلها بتقول ان آن محتال وجاي للاكاديميه بالنصب والاحتيال ولازم يتعاقب. وفي اللحظه دي الولد العصبي ده واللي كان اسمه جي بيقول للمعلم مش من العدل انك تخلي واحد حساله زي آن ده ينضم الفصل العباقرة لمجرد بس انه معاه توصية من السيد لو. فالمعلم بيقول عمره ما كان السيد لو ظالم. فجي بيتحدى آن في نزال عشان يهينه قدام الكل، فآن بيفكر اذا كان يقدر يهزمه، بس النظام بيقول له بتفكر في ايه يا عم؟ اهرب من غير كلام، مستواك الحالي ما يسمحش تفكر اصلا. وفجأة شيو بتسحبه وطيران يا معلم وبتاخده على سكن الأكاديمية. وبيمر الوقت ودينجي مسؤولة النظام بتقول لآن دلوقتي لازم تفتح القايمة وتتعرف على قوتك وازاي تقدر تخرجها. وآن بيعمل كده فعلا، وبتظهر له اول مهمة وبتكون انه يعمل 10 ضغط. فبيقول ده ايه السهولة دي؟ وفي ثواني معدودة النظام بيقول له عاش يا وحش، مبروك الترقية للمستوى الاول، تحب تاخد مهمة تانية؟ يا حلاوة. وقام بيكمل على هذا المنوال وبينفذ المهمة التانية في التالتة وبيوصل للمرحلة التالتة وقوته بتزيد جدا. وبعدها بيكون مطلوب منه 10 مليار ضغط، فطبعا ما بيكونش عارف هيعملهم ازاي دول. فالنظام بيقول له اطلب المساعدة من صاحبتك شياو، وبيخرج فعلا وبيكون رايح لها. بس فجأة واحد نينجا بيظهر وراه ولسه هيغفله، بس على مين يا معلم؟ ده آن ملك الجمدان، بيفعل عينه وبيفادي الهجمات. بس النينجا بيهجم على آن بسرعه وقوه غريبه جدا وبيرزع آن في الجدار. بس آن بيغضب وبيختفي فجاه وبيتحرك بسرعه مرعبه جدا، وهوبا بيظهر وراه وبيصيب ضربات كتيره، وبوم بيرزع واحده بتطيره. اوبا بالعجل كده. قوه آن زادت بالشكل ده، وفي اللحظه دي النينجا قناعه بيتكشف وبيكون مين؟ هو الولد التخين. فآن بيتصدم وبيقول له انت بتعمل كده ليه؟ ده انا حتى ما زادكش في حاجه يا جدع. فبيقول له ما يخصكش، اجهز انت بس عشان هقتلك دلوقتي. وبيفعل تميمه قوتها مرعبه جدا، والنظام بيحذر آن من قوه التعويذه دي وبيقول له اهرب احسن لك. فآن بيترعب اعمل ايه طب دلوقتي؟ فبيقول له انطق الشهادتين وحاول تستخدم قوه البوابه السماويه. فآن بيقول له انا ما اعرفش بتتعمل ازاي. فبيقول له ما قدامكش حل غير انك تجرب وانت وحظك. وفجاه قوه التميمه بتنفجر وبتزلزل الارض وبيكون خلاص هيسيبه. معقوله خلاص انا هيموت؟ لا والله. آن بيتصدى للهجوم، وفي لمح البصر بتوصل شياو وبتحاصر له وبتقول له حركه واحده بس والبتاع ده هغرزه في قلبك. فبيخاف طبعا، وفي الوقت ده بيسمعوا صوت حد بينده على لين اطلع يا دي آن. وكانت الصدمه، ده هو لو التخين. امال ده مين؟
بيتحرك بسرعه وبيهجم بقوه هائله جدا وهيسيب شياو، بس في اللحظه الاخيره المعلم قام بيتصدى له وبتخرج منه قوه جباره جدا، هاله مرعبه لاقصى درجه. ايوه هي دي البوابه السماويه. فالولا بيترعب وشياو بتهجم عليه، فالولا بيهرب بسرعه، شياو لسه تروح وراه بس قام بيتألم بشده، فبتروح تطمن عليه والولا مش قادر يرد، واللول الحقيقي لسه هيزعق معاه، بس شياو بتبص له بصه واحده بس فبيترعب وبيروح على طول. وشياو بتقول الان تعال نروح للدكتور، فبيقول لها لا ده انا بس كنت هخترق المستوى الرابع، فبتنبهر وبتفرح جدا من سرعه تطوره، وبتقول له الخصم اللي هجم علينا ده خطير جدا، وكمان انا مش فاهمه ايه السحر اللي هو بيستخدمه ده، فبيقول لها وانا كمان ما اعرفش. وشياو بتقول بس سحر المقاتل ده كان مظلم وفي قوه مشؤومه بداخله، واكيد كان بيستهدفك وكمان كان عاوز يقتلك. دي شكلها ما تبشرش بالخير خالص يا صديقي. والشياو بتقول له ما تقلقش انا هحميك واكون دايما جنبك، بس سيبك من كل ده، المهم قول لي انت ازاي قدرت توصل للقوه دي في كام ساعه بس؟ انا بجد عندي احساس يا ان انك هتمتلك في المستقبل اعظم قوه شهدتها الاكاديميه على مر العصور. وتاني يوم في الأكاديمية بيكون آن ماشي جنب شياو، وده طبعا عشان كان خايف لحد يهجم عليهم ويعرض حياتهم للخطر، وكمان بيفتكر ان الأخت جوهرة جت وقالت له انه بقى عدو الأكاديمية كلها دلوقتي ومحدش طايق أصلا يشوفه، فقام بيستخدم عينه الروحية وبيقرأ أفكارهم وبيشوفهم بيقولوا ايه عنه، في اللي بيشتموا وفي اللي قرفان منه وفي اللي بيخطط يغتاله بالليل، محدش بيفكر فيه بطيبة غير الأخت جوهرة والجميلة شياو. وبعدها بيدخل الفصل وكانت المفاجأة الكبرى، مدرسة سحر الأرض بتكون شجرة. ايه ده اللي هو ازاي يعني؟ شياو بتقول له ده عادي عندنا هنا، انت اول مرة تشوف الحاجات دي ولا ايه؟ فبيقول لها بصراحة اول مرة، وبيركزوا في الحصة، وفجأة بتدخل تلك الأمورة سومو تشينج. العيال طبعا بتعجب بيها وبتنبهر جدا من جمالها، وده لانها هي كمان حصلت على توصية من السيد لو. ومعقولة يا جدعان البنت دي تكون منتقلة من عالم تاني زي آن؟ بس اكيد هنعرف كل حاجة قدام. وآن بيقوم يشاور لها، والبنت اول ما بتعدي من جنبه بتحس بحاجة غريبة، وبعدها بيجي شيو طالب الرتبة العليا ورئيس اتحاد الطلبة، وفي اللحظة دي جي بيبص الآن وغاضب جدا وشكله كده مش ناوي على خير يا صديقي. وفي اللحظة دي المعلم شجرة بيحس انه كيس جوافة، فبيزعق معاهم وبيسكتهم عشان يبدأ شرح الدرس، وبيقعد يرغي نص ساعة والعيال ولا فاهمة اي حاجة. وبعدها بيطلع مستر شجرة وبيدخل مكانه استاذ المبارزة، واللي بيكون سيف بيتكلم. والله زي ما بقول لك كده يا صديقي، انا حرفيا مصدوم من اللي بيشوفه. والسيف بيديلهم الدرس وبينشر موجات غريبة في كل مكان، وقام بيبص وراه وبيشوف زمايله كلهم نايمين فبينام هو كمان زيهم. وبعدها بيمر شوية وقت وبيخلص الحصة، وبعدها بتدخل عود الكبريت دي وبتقول لهم اهلا يا شباب. انا المرة دي ما بكونش متفاجئ، وبيقول ان شاء الله حتى لو جبتوا لنا فيل يشرح بيولوجي عادي انا خلاص اتعودت. وحتة النار بتخلص كلامها وبيجي الدور على اللي بعدها وبيكون شاكوش. والله ما بهزر، الواد حرفيا بيزعق وبيقول على الله لا يا انسان في الاكاديمية دي. وهوبا بتدخل عليهم الاخت جوهرة وبتكون مدرسة التواصل وبترحب بيهم، وقام بيفرح وبيقول اخيرا حصة هتتفهم. بس بالحاشي وبيلاقي جوهرة بتوزع عليهم كل واحد موبايله وبتقول لهم العبوا وانبسطوا يا شباب. العيال كلها بتلعب بالموبايلات ومستمتعة، والاخت جوهرة بتتفرج على ملخصات شادو وبتكون في قمة السعادة يا صديقي. فقام بيقاطعها وبيقول لها ركزي معانا يا ولية، اشرح لنا اي حاجة، فهمينا اي حاجة وسيبك من اللي بتتفرج عليه ده. فطبعا ما بتديش لكلامه اي اهمية وبتكون بتتفرج على ملخص دراجون راجا. وبالمناسبة يا صديقي لو ما شفتش الفيديو ده فانت فايتك نص عمرك حرفيا. المهم في اللحظة دي بيدخل عليهم المدير وده اللي بيدرس لهم الرياضيات، وانا اخيرا بيتحمس وبيقول بس هو ده اللي هيظبط الدنيا، يلا يا مستر اشرح. والمستر بيعمل عليهم تعويذ التنويم مغناطيسي وبيقول لي انا قبل ما يفقد وعيه اول ما تصحى هتلاقي مستنيك المدعكة اللي بجد. وبعد مرور 3 ساعات بتصحيه شياو وبتقول له اصحى يلا، الاستاذه جوهره هتشرح سحر دلوقتي، وبيركز معاها والاستاذه بتفهمهم الاساسيات، وبعدها بتنادي عليهم عشان يدخلوا في قتالات تدريبيه. الاول بيكون شيو وخصمه هو آن لين. فالشياو خايف عليه وبتقول للمعلمه جوهره هدخل انا بداله، والمعلمه طبعا بترفض، وقام بيتشجع وبيقول لها ما تقلقيش عليا اوعدك مش هخسر قدامه. وبيمشي بس فجاه شيو بتقف قدامه وبتهجم بنيران قويه جدا، بس شيو بيوقفها بكل سهوله والشياو ماتش وبتهجم عليه بضربات ناريه قويه جدا، بس بوم الولد بيطيرها بعيد، فبتهجم عليه تاني بقوه كبيره جدا وقوتهم بتزلزل الارض حرفيا، وبتتبادل معاه ضربات كتيره جدا، وبيقول لها احسن لك ابعدي ده لمصلحتك. بس البت بتفعل كامل قواها وبتهجم عليه بلعب مرعب جدا بس من غير اي فايده. تشكيله الحاجز شو بيوقفها في لمح البصر، وفي اللحظه دي النظام بيقول لآن استخدم العيون الروحيه وهتقدر تكشف نقاط ضعف الحاجز، وبيفعلها وبيكتشف الثغره. وفي اللحظه دي شيو بتطلق اقصى هجماتها، بس شيو بيقول
كل ده ملوش فايده، وبيفعل قوه الحاجز وبيطيرها بقوه كبيره، وبتظهر فجاه طاقه مرعبه جدا وبترزعها في الارض وبتكون خلاص اتخلص عليها. بس في لمح البصر بيظهر آن البوابه السماويه. بوم. بيحصل انفجار هائل جدا وكله مصدوم. ايه كم القوه المرعبه دي؟ بس لسه الصدمه الكبرى هي ان آن واقف مكانه وهالته المرعبه تحاوط جسده واتصدموا صدمه عمرهم حرفيا. والاخت جوهره مصدومه وقام بيقول له تعالى لي يا حماده، اوعدك هو بوكس واحد هيخلص المعركه دي. وبيهجم عليه بس شيو بيتفاداه وبيبعد عنه وبيفعل قدراته وبيظهر سلاسل مرعبه جدا بيسلسله هو والشيو عشان ما تساعدوش. تفتكر انه محتاج حد يساعده اصلا؟ غلبان. قام بيضحك وبوم بيدمر السلاسل بكل جمدان، والضربه الاولى بتكون اخترقت الحاجز. يا ابن اللعيبه، وكله متسمر مكانه ذهولا بقوه آن الفتاكه. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ والاخت جوهره عينها بتلمع وبتقول المدير كان عنده حق، الواد ده على الرغم من انه كان مستوى 0 بس دلوقتي يقارع واحد من المستوى ال9، وكمان مش اي واحد، ده العبقري شيو. وبعدها شيو بيحيي آن وبيمشي، والمعلمه بتنزل لآن وبتقول له انت عارف انا ليه خليتك تواجه رئيس الفصل واقوى طالب في الاكاديميه؟ فبيقول لها عارف، وهي عملت كل ده عشان تعرف كل الطلاب بقوته. وفجاه بيدخل عليها مستر شنبات وبيقول لها مصيبه يا جوهره مصيبه. فبتقول له خير يا عجوز انت في ايه؟ فبيقول لها مدربين ميدان التحرير طلعوا كلهم خونه وشكل طلاب السنه الثانيه هيموتوا النهارده. جوهره بتصدم وبعدها بيختفوا من المكان، وبعدها العيال كلها بتخرج بعد ما نص الحصه اتلغت. ورئيس الفصل بيروح لشياو وآن وبيمدحهم على مهارتهم وبيعترف بيهم كمنافسين ليه، وبيقول لهم لو احتجتوا اي حاجه فاطلبوها مني. وآن بيستغل الموقف وبيقول له ما لاقيش معاك بتاع 170 حجر روحي امشي بيهم زنقتي بس. فشياو بتتفاجئ وبتقول له انت كده بتشحت فلوس منه، وبيطلع ان الاحجار الروحيه دي هي عمله العالم ده. فشيو بيضحك وبيقول له خد يا عم مفيش حاجه تغلى عليك، الخاتم ده فيه 1000 حجر وهو في حد ذاته يسوى 5000 حجر روحي. فقام بيقول له تسلم يا عم. وفي الوقت ده سو بتروح له هي كمان وبتطلب منه يكونوا اصدقاء، والواد بيكون في قمه السعاده وشكلها كده الدنيا بدات تلعب معاك يا عم آن. ومن الناحية التانية بتكون المعلمة جوهرة بتتكلم مع المدير على حرب ميدان الحرية، وهو بيسألها عن نظرتها في طلاب السنة دي وإن كان حد فيهم يقدر يفوز. أنا بقول ممكن اللي يكون قد المسؤولية هم شيو وشياو. فبتقول له لا، اكتشفت النهاردة نابغة وأسطورة جاية في الطريق وهو الطالب آن لين. فبيوافق على اقتراحها، والنظام بيشرح لآن عن المسابقة، وده لأن السنة دي القوانين اتغيرت وكل الطلاب هتشارك فيها، وده طبعا عشان يقدروا على المعلمين الخونة. وبيعرفوا كمان إن في ليه مهمة خاصة لو نفذها هيلف عجلة الحظ وممكن يكسب سلاح روحي، وإن ما نفذهاش فالعقاب هيكون إنه يتحول لبنت بقية حياته. يا نهار أبيض. والمهمة بتكون إنه يجيب مركز من ضمن ال50 الأوائل. هتقول لي يا عم ما الموضوع سهل أهو، أنا بحسبه لازم يطلع الأول وبتاع. هقول لك لا، مش بالسهولة دي يا صديقي. البطولة دي مشارك فيها حوالي 10000 طالب، وكونك تبقى مركز من المراكز ال50 الأوائل أكنك بالظبط الأول على الثانوية العامة. فقام بيتصدم حرفيا وبيقول له لا يا عم أنا برفض. فبيقول له مش بمزاجك، دي مهمة أساسية ولازم تنفذها. وبيبص في المراية وفجأة بيشوف شكله وتحول لبنت. يا نهار أبيض يا جدعان، ده هو إيه اللي بيحصل ده؟ الواد بيحرك إيده وهي بتحركها معاه، وبعدها بتتحكم في نفسها وبتخرج من المراية وبتقول له أنا هو أنت ويلا موت. بتزقه توقعه، وقام بيقوم من النوم مفزوع وبيسأل نظام عن المستوى اللي هيوصل له بعد ما يمتص ال1000 حجر. فبيقول له هتوصل للمستوى ال7، وبيني وبينك كده مش كفاية، لازم تتدرب أكتر يا آن. الواد فعلا بيقوم وبيبدأ يتدرب وبيوصل للمستوى ال7، وقوته بقت إيه مش عاوز أقول لك، آخر جمدان وفخامة. فبيتملك الغرور وبيقول له يا عم ده أنا بقيت جامد قوي. فالنظام بيقول له بيتهيأ لك، وفي المسابقة هتشوف بنفسك. وبيفتح خريطة موقع الاختبار وبيفهموا على كل حاجة هناك، وده لانهم غيروا المكان بقى في جبال ال1000 قمة بدل مكان جبل التحرير. وبعدها بيقعد يدرس كل حاجة بالتفصيل وبيحط خطة لكل حاجة، بس على اخر لحظة بتحصل تعديلات وعدد المشاركين في المنافسة بيزيد ل50,000، وقام بيكون المركز ال29,000. حرفيا صدمة بكل المقاييس، وبيقول ده انا في المستوى ال7 اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا كده هتفشخ. وبيطلب من النظام يساعده، بس هو بيقول له لا بره عني يا عم، اتصرف بمعرفتك، انا سربت لك كل المعلومات من الامتحان قبل ما يبدأ، ولو خسرت فهتكون عيبة في حقك والله. وقام بيبص في المراية وبيشوف البنت اللي هتاخد مكانه، وبيكون محبط على الاخر، وبيطلع يتكلم مع شياو وتشو، والعيال بيحسوا انه اتجنن، وبيروح يخبط راسه في الحيطة، والشباب اتجمعوا سوا عشان يشوفوا حل لمشكلته دي. وبيدخل عليهم وبيشوفهم بيتكلموا عنه، وبيصعب على نفسه جدا. وفجأة البنت بتظهر له في المراية، فبيروح كسرها بكل عصبية وبيقول انا لازم اكون واحد من ال50 الاوائل باي طريقة. ممكن ما يكونش عندي القوة الكافية، بس اسمعنا ايها النظام، انا هعمل
هعمل اي حاجه عشان اكسب في المسابقه دي. فالنظام بيقول له فكك، مش هتقدر تعمل حاجه غير لو مستواك عدى المرحله التاسعه زي شياو. فبيفتكر معركته مع شيو وبيقول انا كده فاضل لي مستويين واوصل لها، وهي فعلا قويه جدا. والنظام بيقول له تصدق انت صعبت عليا؟ ما تقلقش يا عم هساعدك، لو قدرت تخلي شيو وشياو يتظاهروا بانهم خسروا في مواجهتك عمدا مستواك هيرتفع وهتكون من افضل 5000 طالب. فالواد بيتهبل وبيقول له بجد، وعلى طول بيروح يطلب من شيو بس بيتكسف وما بيكونش عارف يقول لها ازاي، وبيطلب منها جوهره سحريه فبتقول له حاضر هجيب لك. وبعدها بيروح لشيو فبيرفض برضه انه يمثل انه يخسر قدامه. وان تاني يوم بيسالهم تاني والمره دي شيو بيوافق وبيقول له مش فاهم ايه اللي هيحصل يعني لما امثل اني خسرت قدامك، بس طالما انت عايز كده فخلاص يا عم. الواد بيفرح وبيشكره وبعدها بيروح ينزل على ركبه ويطلب من شيو نفس الطلب. فالبنت تستغرب بس بعدها بتقول له تمام وبتقوم عشان تمشي. وفي اللحظه دي قام بيقول دي فرصتي، فبيخرج قوته هوبا بيكتفها وبيهجم عليها بقوه كبيره. والبنت بتعيط وبتصعب عليه فبيقف، والبنت بتحدفه بالشنطه في وشه وبتمشي وهي بتعيط. وبعدها ان بيروح يحكي لشيو على اللي حصل فبيقول له ما جراش حاجه، بكره اتكلم معاها وعرفها انه سوء تفاهم بس. وبعدها ان بيروح على بيته وبياكل الجوهره اللي شيو ادتها له وبيقرا الرساله اللي في البوكس وبيكون مكتوب فيها عزيزي الغالي ان لين، انا صديقتك المخلصه شياو. الاختبار خلاص بعد 10 ايام، عارفه انك شايف نفسك ضعيف وخايف تاخد خطوه بس ما تقلقش، اوعدك طول ما انا فيا الروح هحميك وهدافع عنك لاخر لحظه، صديقتك شياو لان. الواد بيتاثر وبيكون قايم عشان يعتذر منها بس بطنه بتوجعه فجاه، والنظام بيعرفه انه هيفضل مريض كده لمده 13 يوم لانه اتسمم من الاحجار اللي اكلها. والمشكله ان البطوله بعد 10 ايام وهو هيفضل مريض ل 13 يوم. يا حلاوه، ده كده هو خسران ما فيهاش كلام. وان ما بيكونش قادر، وشياو في بيتها بتفتكر اللي عمله معاها ان الصبح وبتحس انه ما كانش يقصد فعلا وانها هي اللي زودت الموضوع، فبتقرر تقبل اعتذاره بس لو جه اعتذر. وبيخلص اليوم على كده. وبيجي اليوم اللي بعده وان مش بيروح الأكاديمية والعيال كلها بتتكلم عليه وبتقول اكيد حس على دمه وبطل يجي لهنا. وكل ده وان لسه ما خرجش من بيته ونسبة التعافي هي 4% بس. فبيجي شيو يطمن عليه فان بيشرح له المشكلة وانه متسمم، فبيقعد معاه طول الليل ينفذ طقوس طرد الارواح. وبالفعل الموضوع بيجيب نتيجة فعلية والواد بيحس انه بقى احسن شوية وبيستمروا على الوضع ده. وشيو الرجولة بيساعد ان لحد ما بيجي موعد الاختبار والطلاب كلهم بيتجمعوا في الساحة وان بيكون لسه تعبان، وده عشان السم ما اتشالش بالكامل وبيكون واقف في حاله ومش قادر حتى يكلم حد. بس الكلب ده بيقعد يزاوله. وبعد مرور بعض الوقت بيوصل المعلم الاكبر يوها وبيشرح للشباب القواعد باختصار، وهي كل ما كنت اقوى وهزمت خصوم كتير كل ما تصنيفك ارتفع وهتجلب الانتصار لاكاديميتك، والهزيمه بتتحدد لما الضوء الذهبي اللي هم متحوطين بيه ده يتكسر. فبيقول لهم فاهمين يا رجاله؟ فبيقولوا له تمام، والطلاب بيكونوا متحمسين وان ربنا ما يحطك مكانه يا صديقي. حالته تصعب على الكافر حرفيا وبينتقلوا على مكان الاختبار وكل واحد بيكون بعيد عن التاني. يعني كده خطة ان في ان شيو تحميه انساها خلاص. كل ده كلام في الفاضي وشكله هيطلع ميتين النهارده، وخصوصا انه لسه مريض وباقي 3% من السم في جسمه. والمشكله الاكبر ان شرط عشان يكسب التحدي انه ينفذه في الوقت المناسب قبل ما تخلص البطوله، ولو وقت البطوله خلص وهو لسه ما كسبش فهيتحول بدل ان للبطله انا. وفي الوقت ده الاخت سو بتخلص على الطلاب اللي حواليها ومفيش حد قادر يسد قصادها، وهي وشيو وشياو عاملين شغل فاخر من الاخر. نرجع بقى لعمنا ان واللي كان نازل جنب لو خايف جدا بس ان بيقول له ما تخافش انا مش هعملك حاجه، وبيلف نفسه وبيمشي. لو بيستغرب من تصرفات ان وخصوصا انه كان بيأذيه وحاول يشوه سمعته اكتر من مره. وفي تلك الاثناء بيدخل عليه رئيس مجلس الطلبه جي وبيساله عن مكان ان وان كان شافه فبيقول له مشي من هنا وبعته في طريق غلط. جدع يا لو والله، حركه جدعانه من واحد ندل. وهنا بنشوف الاخت جوهره بتراقب ان من بعيد وبتقول الاكاديميه كلها بتدور عليه وهو مستخبي ورا الشجر والعشب ولا في باله اي حاجه. وفي اللحظه دي بيكون العداد وصل ل 99%، كده فاضل 5 دقايق ويرجع طبيعي ويتعافى بالكامل. تفتكر انهم هيعدوا على خير يا صديقي؟ لا والله. بوم، واحد بيقطع العشب اللي انا مستخبي وراه وبيتحداه في انزال. فان بيقول له يا عم هعمل لك اللي انت عايزه بس 5 دقايق بس والنبي. وفي الوقت ده
بيطلع عليه 4 بيكرهوا ان لين كره العمى وحالفين اللي يكسروه النهارده، اللي يقول له انت خدت مكاني في الفصل، واللي يقول انت سرقت حبيبتي، واللي يقول له سرقت خطيبتي، واللي تقول له سرقت حب عمري. وهو بيقول انا عملت كل ده يا جدعان، بس قام بيجيب من الاخر وبيقول لهم طب بصوا اتخانقوا مع بعض والكسبان يلاعبني في الاخر، والاولاني بيقول ما بيديهاش وبياخد بعضه وبيجري. اما الاربعه الباقيين فبيدخلوا على بعض تخبيط ودم للركب. ولكن في تلك اللحظه قام بيتعافى بالكامل، جالكوا الاسد تعالوا لي يلا انت وهو، بس بتعملوا ايه؟ بس بيخرج قوته بوم ضرب واحده بتفرتكم كلهم ومستواه بيرتفع. وفي اللحظه دي بيطلع له وبيقول له تعالى معايا يا ان، وبيروح معاه فعلا وبياخدوا الملجأ الطلاب الضعفاء وبيدخلوا فعلا عن طريق الحاجز ده، وبيكون كل الطلاب الضعفاء مستخبيين هنا وخايفين من المجزره اللي بره. ولو بيقول له كلنا معاك يا ان، احنا الطلاب الضعفاء اتجمعنا هنا وهنديك نقاطنا بس بدون اي قتال ومن غير ما نتاذى. الشرط الوحيد بس هو انك تهزم ابن الهرمجي وتعرفوا مقامه كويس. ان كان مستغرب وفكر انه يهرب بس هم اصروا عليه. يلا يا ان خرجنا من البطوله واحنا بنعتمد عليك يا بطل، كده كده اصلا ملناش فرصه قدام الحيتان اللي هنا. فقام بيسمع صوت حد بره فبينفذ طلبهم وبيهزمهم كلهم ومستواه بيرتفع جدا وبيكون من اول 5000 واحد تقريبا. وفي تلك اللحظه النظام بيحذره استخبى بسرعه في شخص قوته كبيره جدا في المكان. بوم حد بيطير الشجره في لمح البصر وبيكون واحد من السنه الرابعه وبيقول له انت انلين تعالى لي يا روح امك، وبيهجم عليه بسرعه مرعبه جدا وخلاص هيسيبه. معقوله دي النهايه؟ لا والله. بوم فلمح البصر بتنطلق قوه خطيره جدا بتبخره حرفيا، وبتكون البنت دي هي اللي عملت كده وبتقول دي جزات اللي يلعب مع حاجه تخصني. النظام بيقول له اجري بسرعه، دي من مستوى الارواح العظمى. اوبا دي كارثه بجد يا جدعان، نخلص من مصيبه يطلع لنا الانح منها. وفي الوقت ده ان بيفتكر لما شياو كانت بتكتب له على المعلومات اعظم مقاتلي اكاديميه الارواح، وبتحكي له عن فتاه شابه من السنه الرابعه بتعشق السحر المحظور وبتعمل تجارب خطيره جدا على طلاب الصف الاول كل سنه، جرايم بشعه جدا ومحدش قادر يوقفها، والمعروف عنها ان قوتها مرعبه لاقصى درجه ومحدش ابدا بيقدر يفلت من تحت سيطرتها. اوبا المره دي ان وقع في مصيبه بجد. ان فعلا كان سمع عنها قبل كده وعرف انها تموته، فبيضطر يقول لها انه من العالم البشر وبيعرض عليها انهم يتكلموا في شويه معلومات عن عالم البشر في مقابل انها تسيبه، وبتوافق وبتساله اسئله كتير قوي. فالواد طبعا بيجاوب عليها كلها وفي الاخر بتصدق انه فعلا من عالم البشر، وبتقول له كده قدامك خيارين، اما تلعب ضد اللعبه دي وتهزمني او هقتلك عشان ما تعرفش حد غير المعلومات دي. فان مش عارف يعمل ايه وبيقول دي مش انسانه طبيعيه، لا دي مجنونه بحقه حقيقي، اعمل معاها ايه دي يا ربي؟ المجنونه ليو بتقول له انت هتلعب معايا لحد ما المنافسه تبتدي واياك تخسر والا انت عارف هيحصل فيك ايه. وفي اللحظه دي النظام بيعرف ان بمهمته جديده عشان يزود قوته، وهي انه يروح اعلى قمه جبل بلاك روك ويمتص روح الارض من هناك لمده يوم كامل. بس المشكله ان القمه دي محدش يقدر يطلعها الا لو كان من مستوى الروح العظمى. فقام بيقول اعمل ايه، وبتجيله فكره وهي انه يستغل ليو ويخليها تطلعه هناك. فبيقول لها باين عليكي موهبه استثنائيه فخلينا نلعب الجوله دي في مكان استثنائي. فبتوافق وبيركب وراه السيف وبيطلع على السحاب. وفي نفس الوقت ده بيروح الكلب اللي كان مع انو وبيقول لشياو انت بتدور عليه مش كده؟ فبتقول له لا لا يا عم ما بدورش على حد بعني، ده حتى ما جاش يعتذر بسبب اللي عمله يوميها. فبيقول لها صحيح انا كلب وما فهمش الكلام ده، بس لازم توصليني ليه دلوقتي حالا لاني لازم احميه، وخصوصا انه مش هيقدر يدافع عن نفسه بسبب السم اللي في جسده، وهو ده السبب اللي مخليه مش قادر يتحرك على طول. شياو فهمت كل حاجه. وفي تلك اللحظه فجاه بيطلع عليهم جي وبيهاجمها بقوه مرعبه جدا. عاوزه تنقذي انلين؟ طب وريني هتعملي كده ازاي. يا نهار ابيض يا جدعان دي كارثه بجد. وفي اللحظة دي كان ان وصل على اعلى قمة بلاك روك وبينزل هو والساحرة ليو، وفعلا ان بيندمج مع روح الارض والقوة بتتدفق في جسمه والعداد بيعد، والنظام بيقول له بعد انتهاء الوقت قوتك هتوصل لمرحلة لم يسبق ان شاهدتها من قبل، فالاحسن وقتها انك تنتهز الفرصة وتشن هجوم قوة على ليو وتقضي عليها بضربة واحدة، فقوتك هتكون مساوية لقوة مقاتلي الارواح العظمى. دي شكلها هتولع على الاخر يا صديقي. وفي اللحظة دي ليو بتشوف حد قاعد قدامهم. انت مين
مين وازاي طلعت هنا وانت من المستوى الثامن، والاغرب كمان انه طلع هنا لوحده. فبيضحك وبيقف. عودي كما لم اكن هنا، وبيكون ماشي وبيبص الان وبيقول له استنيتك كتير بس اخيرا وصلت، ولكن للاسف الوقت مش مناسب ان اتكلم معاك. وفجأة بيختفي وذكريات له بتتغير وبتدوخ. فقام بيقول لها انت تعرفيه؟ فبتقول له هو مين؟ فبيقول لها اللي كان موجود هنا دلوقتي. فبتقول له ما كانش في حد. ده خلاها تفقد الذاكرة بالتعويذ اللي القاها. يا ترى هو مين الولد ده وايه حكايته بالظبط؟ وفي الوقت ده كانت الاخت جوهره والمدير بيراقبوهم من بعيد، وبيطلع ان الولد ده هو واحد من اساطير عالم الارواح بالكامل. اوبا، معقوله يكون عنده قوه خارقه زي ان بالظبط، ويعرف ان منين اصلا؟ بس بالتاكيد كل ده هنعرفه قدام. فصلي على نبينا محمد يا صديقي قبل ما نكمل. وهنا ليو بتشرح لان على قواعد اللعبه وبتقول له جاهز يا بطل. وعلى الجانب الثاني كانت شاو بتقتل جي، والولد قوته مرعبه ومليانه ضغينه مش طبيعيه. وعارفين النينجا اللي كان منتحل شخصيه لو في البدايه طلع مين بقى؟ هو الولا جي. والشاو بتتصدم وبتقول له بتعمل كده ليه؟ فبيقول لها البشر يعدوا اعداء لطائفتي، فاحسن لك ابعدي عن طريقي والا تكوني من اعداء انت كمان. وفجاه الكلب بيهجم عليه بس بيتصدى له، والشاو بتهجم عليه بسرعه بس الولا قوي جدا ومش قادرين عليه. فبتهرب هي والكلب بسرعه. فجي بيضحك وبيقول اغبياء مفكرين نفسهم هيقدروا يهربوا مني ولا ايه؟ وبيمر الوقت وبيجي الليل، والمعلم ان قاعد هو وليو يلعبوا في الروقان خالص ولا داريين بالمدعكه اللي بتحصل تحت. وبيخلصوا بيكونوا اتصاحبوا على الاخر وبيتفقوا انهم يكونوا اصحاب مقربين. وفي الوقت ده النظام بيقول لان ان فاضل 5 دقايق بس وهيكتمل تطور قوه ان مرعبه. وفي اللحظه دي الشمس بتشرق والنظام بيقول استعد يا ان لشن الهجوم. وليو بتقول له احنا اصدقاء يا ان مش كده؟ فبيتردد وبيقول لها ايوه اكيد. فبتقول له اذا انت صديقي الوحيد. وبنعرف انها مقطوعه من شجره زي ان بالظبط، وان بيحس بيها. فبيقول لها سيبك من كل ده، انا وانتي هنكون فريق قوي جدا ونبيد الظلم اللي في العالم ده. فبتقول له كنت اتمنى انك تكون صادق. فبيقول لها اكيد صادق، لا كذاب، طول الليل كنت بتكذب. والنظام بيقول له انها شايفه هاله امتصاص روح الارض وفاكراك بتستغلها طول الوقت ده. ان بيقول لها لا انت فهماني غلط. فبتقول له طب قول الحقيقه. فبيتردد وبيقول لها انه كان بيتدرب عشان يهاجمها ويهرب منها. فعلا الهاله بتكون براقه، واليو بتتاكد انه ما بيكذبش بس تفتكر انها تسيبه بالبساطه دي. لا والله. بتقول له انت خاين وبتغضب جدا. وفجاه بتفعل هجوم من رمحها الفتاك وبتخرج قوه هائله جدا وخلاص تقضي عليه. ولكن في تلك اللحظه طاقه ان بتشتعل وبيصور غضبا. ليه مش مصدقاني؟ انا فعلا كنت هاجم عليكي بس بعد ما قعدت معاكي عرفت انك طيبه. فالبنت فعلا بتتاثر من كلامه وبتلغي تعويذتها. وان بيوقف بس بعد ايه يا معلم؟ اكتساب روح الارض بيتفعل وبوم فجاه بتنفجر منه قوه جباره جدا بتزلزل السماء باكملها وبيصيبها بقوه. بس البنت بتخرج سلاحها وبوم بترزعه في الشجره وبتثبته. كنت بتغدر بيا؟ فبيقول لها لا والله دي بالغلط. وبتشوف هالته وبتعرف فعلا انه صادق وبتكونش فاهمه اي حاجه. بس ازاي قدرت تطور قوتك بالشكل المرعب ده وكل ده وانت قاعد تلعب معايا؟ فبيقول لها على سر قوته الحقيقيه وانه يملك نظام خارق له قوه غير محدوده. وبيقول لها كمان انه لازم ينزل دلوقتي عشان لو ما عملش الشروط وكمل المهمه فهيتحول لبنت. فالبنت بتقعد تتنمر عليه وبتقول له خد دي حطها على دماغك عشان لو اتحولت ابقى اعرفك ونبقى اصحاب تاني. فالولد طبعا بيرفض بس بتقول له صدقني هتحتاجها وهتحميك من هجوم مدمر كان هيصيبك لا محاله. فقام بيلبسها ويودعها. اشوفك تاني. وبينزل من فوق اعلى قمه جبل بلاك روك. وبعدها بيكون ان في منتهى السعاده بعد ما بيعرف ان رتبته القتاليه وصلت لحد المستوى التاسع. سعادته كمان بتزيد لما بيعرف ان احتماليه نجاحه في المهمه زادت ل 75%. بس فجاه بيصيبه شعاع طاقه قوي جدا. وان اول ما بيشوف صاحب القوه دي بيتصدم، وده لان واحد من اساطير الاكاديميه وانج. الولد ده غاضب جدا وبينادي على حد معين. انت بقالك 4 سنين مختفي وبتتجنبني. انا نفسي اعرف انت ليه بتعمل كده. ده انا حتى في نفس مستوى قوتك. بس خلاص دلوقتي مش هسيبك غير لما تواجهني النهارده ونحسم مين فينا الاقوى. قدامك 10 دقايق وان ما ظهرتش في خلالهم فوعدك اني اقتل كل التلاميذ المتبقين هنا. وانت عارف كويس ان اقدر اعمل كده. صدمة بكل المقاييس. الواد ده خطير جدا يا جدعان. وان بيعرف ان الشخص اللي بيتحداه ده هو نفسه تشين اللي شافه فوق الجبل. فان بيتوتر اكتر لان لو ما ظهرش بسرعه فالبطوله هتبوظ وممكن ما يحصلش لا مركز ولا هم يحزنون. فبيفكر كتير مع نفسه والوقت عمال يعدي. كل ده تشين لسه ما ظهرش والدنيا هتقلب مجزره بعد 5 دقايق بس. وفي اللحظه دي ان بيحس بالخطر حوالين كلبه وشياو فبيجري لهناك بسرعه. وفي الوقت ده جماعه جي ماسكين الكلب وينفذوا عليه ختم الدم. بس
بوم، شيو بتهجم عليه بسرعه وفجاه بيظهر شيو وراها وبيجيبها الارض، وخلاص شيو تعبت وجابت اخرها، وكل همها دلوقتي هو انقاذ دابي لانه يعتبر ابن ملك من قاده طائفه الوحوش، ولو مات دلوقتي فده هيأثر على السلام بين الطوائف وممكن تحصل حرب عالميه. وفي اللحظه دي بيهجم عليها جين وبيطير السلاح من ايدها وبيخرج قوته الظلاميه وبيقول لها كده انت خلاص في عداد الموتى، بس عندك فرصه تعيشي لو قلتي لي على مكان انلين. بس بتقول له انا اول مره اشوف حد بغبائك ده. ان بيتطور بسرعه كبيره، وان رحت له دلوقتي فهيكسر عظمك حته حته وشكلك هيكون وحش قوي بصراحه. فجي بيغضب جدا وبيهجم وخلاص هيخلص عليها، بس لا والله. بوم، ان بيوصل في لمح البصر وبيمسك شياوي الكلب وبيخرج هالته الجباره وبيقول دلوقتي هيبدا. وبوم، جماعه جي بيتفرتكوا في لمح البصر واحد ورا التاني، والمقاتل الاسطوري وانج نازل تدمير واباده جماعيه بكل طغيان وجبروت وبيمحي الطلاب عن بكره ابيهم. وفي اللحظه دي المعلمه جوهره بتتصدم وبتقول للمدير انت شفت حاجه زي دي قبل كده؟ فبيقول لها لا، دي اول مواجهه تجمع واحد ضد 20,000. المواجهه دي زي وكانها حرب بين جيش من الخراف واسد واحد. واحده من الهجمات دي بتنزل على تشين، لكن الاسطوره بيبعدها عنه ولا كانها لمسته حتى. على وضعك يا كاريزما انت. وان في الوقت ده بيحمل كلب والشاو بالتميمه اللي ادتها له ليو، والشاو بتتعرف على صاحبه التميمه، وجي ما كانش لسه مات. فالشاو بتعرف ان جي هو اللي كان بيضربها هو وجماعته، وكمان هو اللي اتنكر على شكل لو وحاول يختالك. فان بيغضب وبيقول انا مستحيل اسيب حد فيهم عايش. فالعصابه بتستهزأ بيه وبيقولوا له اتكلم على قدك يلا، ده انت حيالله في المستوى الثامن، جايب من الجرأه دي كلها؟ ولسه ما بيكملش كلامه ان بيفرتك الاول وبيدخل على اللي بعده وبيرزعه في الارض، وبيروح لجي والولا مرعوب جدا. سامع ركبك بتخبط، مهزوز مخضوض متلخبط. وان في لمح البصر بينكتوا بوكس بيطيروا حرفيا، وحوموكشا واصحابه بيتلموا على ان. بس على مين يلا انت هو؟ ان بيطيرهم وبيوديهم لصاحبهم. لا عظمه على عظمه يا عم ان، والكلب فرحان والدنيا فل الفل. ولكن في تلك اللحظات وان اتجنن خلاص لان تشين ما ظهرش لحد دلوقتي، وهددوا انه هيدمر قمم الجبال الالفيه. المعلمين بيتصدموا، والمعلم الاكبر بيحضر في المكان وبيقول لهم ما تقلقوش مش هيقدر يعمل حاجه، وده عشان عندي جيش فتاك. هم مين؟ الاولى بتكون سو اللي بتوقف ضربته بكل سهوله، وبعدها بيطلع شيو وبيسلسله بقوه كبيره جدا. وخلاص يا باشا انت كده خسران اكيد. ولكن كانت خيبه الامل. بوم، وانجي بيدمر السلاسل وبيقول لهم حلو مستواك كويس بالنسبه لشويه عيال من السنه الاولى. وفجاه سو بتهجم عليه بس بصوته كله ضرباتها ولا بيتاثر، وشيو ادرك ساعتها انهم مش هيهزموه غير لو اتحدوا كلهم. عشان كده بيطلب من كل الطلاب يساعدوه ويمدوه بقوتهم، وبالفعل بيعملوا كده. وسو بتحاول توقفه بكل قوتها لكن كل هجماتها من غير اي فايده، وبيصعق عقلها حرفيا. فالبنت بتستسلم وبتجيبها من قصرها وبتخبط نفسها في سلاحها وبتخرج من البطوله. فوانجي بيصور غضبا وبيهجم على شيو بتنين البرق، والشيو بيعمل حاجز من 16 طبقه بس مفيش حاجه قادره توقف الطاغي ده. بيضحك بعلو صوته وبيزود قوه الهجوم، وبوم بيدغدغوا حرفيا. سحقا يا جماعه، شيو بجلاله قادر ومش قادر يعمل حاجه قصاد الوحش ده. المعلمين ساعتها ادركوا ان مفيش غير تشين هو اللي يقدر يهزمه، بس مش لوحده لا. ايوه زي ما توقعت يا صديقي، القادر على ايقاف هذا الطوفان هو الاسطوره القادمه بطلنا انلين. وانجي بيدمر في العيال بكل عصبيه ولا حد قادر يقف قصاده. وفي اللحظه دي هجوم قوي جدا هيسيب ان وخلاص يقضي عليه، بس فجاه بيظهر الاسطوره تشين بيدمر الهجوم بصابع واحد بس. يا فخامتك يا جدع. وبيقول لان عارف المهاره دي اسمها ايه يا ان؟ ايوه دي اسمها اصبع الحاكم. يا نهار ابيض يا جدعان، ده المهاره دي نادره جدا ومكتوب ان مفيش حد قدر يتعلمها من 50,000 سنه. ازاي بقى واحد زي تشين قدر يتعلمها؟ معقوله يكون من العصر الاسطوري؟ فان بيسالوا عن علاقته مع المجنون اللي بيدمر الجبال ده، فبيقول له انهم كانوا اصدقاء في الماضي واللي بيعملوا ده عشان ينتقم من طار قديم بينهم. وبيقول له دلوقتي يا ان عاوزك تقضي على الطور الهيجان ده، وبيختفي. النظام بيقول لان احتمال انتصارك في المعركه دي هو 1 من 1000. الواد بيتصدم وانجي بيروح له، فان بيقف قدامه وبيخرج شيو من غير ما تتاذى. وانجي بيغضب جدا، فين تشين؟ مين اللي هيواجهني؟ فان بيقول له انا، واحفر اسمي كويس في عقلك، انا انلين، واللي هيوقفك عند حد
هيتحداك دلوقتي. فكله بيتصدم، مش معقوله ده هيواجهه لوحده. وانج بيستهزأ بيه ويفضل يضحك، انت بقى اللي هتهزمني. وبيجهز لهجوم مرعب جدا، والرعد والبرق يزلزلوا السماء بالكامل. وده بيقف قدام ان عشان يحميه، لكن ان في لحظه واحده قرر انه يقاتل لوحده امام هذا الطوفان. فبيحطم الغلاف اللي على الكلب وبيخرجوا من المنافسه ليظل وحيدا امام وحش لا يرحم. ترى من سينتصر، المستجد ان لين ام اسطوره السنه الرابعه وانج؟ فركز معايا يا صديقي، عشان لو اللي فات كان جامد فاللي جاي بدايه الجمدان والعظمه اللي بجد. وانج بيطلق العنان لقوته وبيظهر تنين البرق، وان بيهجم عليه بقبضه الحاكم. صدمتهم بكل المقاييس، الضربه ما بتاثرش وخلاص هجوم وانج هيفرتك ان. بس بيفتكر كلام تشين معاه وبيرفع صباعه في الهواء. نعم يا ساده، لقد اتقنها في لحظات معدوده. اصبعوا الحاكم، انفجار مرعب لاقصى درجه، بيدمر كل الكاميرات ومحدش فاهم حاجه هو ايه اللي حصل. وبيطلع وانج خسران. ايوه، ان لين هو المنتصر، فاز هو بكل جداره وطلع المركز الثاني بعد الساحرة ليو اللي بتسأل نفسها وبتقول معقولة ان لين بالقوة الجبارة دي؟ حقا انا اتطلع لمقابلتنا الثانية ايها البطل العظيم. بتعدي الايام وبتفوت الاسابيع، واخيرا ان لين بيفوق والاخت جوهره بتطمن عليه، وبعدها زمايله وليو وبياخد جوائز وبص مدلعين على الاخر. وبعد مرور الشهر بنشوف المدير والحكيم مجمعين الطلاب ومعرفينهم ان في 3 منهم هيروحوا لختم ملك الشياطين بعد تحرره وكسر الختم الذي وضع من الاف السنين. وجي بيفتكر لما وانج راح له وعرفه ان بسبب اللي عمله ده ابوه تخلى عنه ورفض يبعته في المهمه دي. عرفه كمان ان ان لين هو اللي هيحل مكانه فيها. الواد اتصدم، ازاي كده؟ هو حتى ابويا مفضله عليا؟ انا ما بكرهش حد قد ان ده. وانج بيقول له استنى، هلا خلينا اكمل كلامي، انت لسه ما تعرفش حاجه. ابوك كمان قرر يطردك من العشيره بسبب خسارتك قدامه. اوبا، جي خد الصدمه بجد وبيتملكه الغضب وبيقول له ليه يعني يعمل كده؟ ما انت كمان خسرت قدامه، ده معناه ان مالكش لازمه ولازم تنطرد زيي، انت كمان حساله، اشمعنى ده اللي انطرد؟ فوانج بيغضب وبيخرج هالة تنين البرق وبيزلزل المكان. فجي بيتصدم وبيترعب جدا. اعرف مقامك كويس يلا، انت اخرك تقعد على الارض عاجز كده، اما انا اسطوره من اساطير عالم الارواح، اتمنى تكون رسالتي وصلت، سلام. وبيسيبه محطم وبيمشي. وبعدها هنا الحكيم بيختار ان لين وشياو وشيو لمهمة انقاذ العالم. فيا ترى ايه اللي هيعمله بطلنا ان؟ من ناحية جي بيكرهه عايز ينتقم منه، ومن ناحية تانية كل طلاب الاكاديمية بالاستثناء بيشجعوه وبيدعموه. وبتمر الايام وبيجي وقت انتقالهم، واخيرا بيبداوا رحلتهم لعالم البشر هم الثلاثة كوسطاء للحفاظ على السلام. وبيقفوا في الدايرة السحرية دي، وشياو بتفتكر ساعة ما اتكلمت مع المدير امبارح وفعل رؤيته البصرية وبيقول حياة انا هتكون في خطر. للاسف دي الحقيقة، وده هو المصير الذي لا مفر منه، وامام هذا المصير تصبح كل الجهود بلا جدوى. يا نهار ابيض يا جدعان، يا ترى اللي مستنيان بالظبط؟ وفي الوقت ده شيو بينادي عليها يلا يا شياو في ايه؟ فبتقول له مفيش حاجه وبتروح معاهم. وفجاه بتدخل قوه غريبه جدا وبتمسك ان، وشيو بتجري عليه فالقوه بتسحبهم بسرعه وبيدخلوا البوابه. هو في ايه يا جدعان؟ شيو بتحاول تفوق ان، والواد لا حياه لمن تنادي، والنظام بيستشعر خطره وبيصحيه، واول ما بيصحى بيخاف جدا. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ والشيو بيغمى عليها وبتبعد، بس ان بيلحقها. فان بيقول للنظام احنا فين؟ فبيقول له نحن الان في عالم البشر بالفعل، وبيكون هيقعوا. فان بيطلق قوة روح الارض 3 2 1. وفي تلك الأثناء بنشوف وردة فرحانة وبتتغنى بريعان شبابها وإنها أخيرا هتتحول لجنية. هتقول لي هي في وردة بتتحول لجنية؟ هقول لك هو في وردة بترقص أصلا وبتتحول فعلا. وفي اللحظة دي قام بينزل عليها يموتها وبيقع على الأرض هو وشيو بينزل وراهم بسرعة كبيرة. وفجأة بيسمعوا صوت حد بيعيط، وبتكون الوردة قاعدة بتعيط فوق دماغ ان. يا حلاوة. شيو طبعا ما بيشغلوش حاجة وبيبدأ يصور اللي بيحصل ده. عنده حق بصراحة، ما هو يعني مش هتشوف وردة بترقص كل يوم يا صديقي. وفي الوقت ده بتيجي بنت تستقبلهم ومعاها مركبه وبتنزل لهم وبتعرف عن نفسها. انا تيان لينج من قسم مكافحه الارهاب، ومعايا امر باحضاركم للمحكمه. فبيروحوا معاها وبعدها بيقعدوا يتكلموا، وان بيعرف عن نفسه انا ان لين زعيم وقائد المجموعه دي. فالبنت بتضحك، عالم الارواح مش لاقيين مقاتلين ولا ايه؟ ازاي مخلين واحد هافق من المرحله التاسعه زيك يبقى زعيم مجموعه الوفد؟ فالشيو بتغضب وبتخرج سلاحها وبيكونوا هجوم على بعض، بس فجاه شيو بيوقفهم وبيجمع قوتهم
فتيان بتنبهر من قوة وجمال شيو وبتقول الآن ازاي مخلينك انت القائد وموجود معاكم المعروف الذي لا يعرف شيو. فبيقول لها عشان قوتي الجبارة طبعا. وبعدها بيعدي الوقت وبيوصلوا اخيرا عند مسؤولين تحالف التعاون وبيدخلوا، وكانت الصدمة الكبرى. المقاتلين الكبار بيقولوا لهم ان المهمة خلصت خلاص وانهم هزموا ملك الشياطين وما عادوش محتاجين لهم. العيال ساعتها تصدم، مستحيل الحكيم يقول على حاجة وما تحصلش. وبالفعل ما بيلحقش يكمل الجملة وجرس الانذار بيضرب، وده لان اعداء طائفة الدم بيهجموا على المقر وبيحاولوا اختراقه. فشيو بيعرض عليهم المساعدة بس بيرفضوا وبيفتحوا لهم بوابة الرحيل. يلا امشوا بسرعة من هنا وبلغوا الأكاديمية اننا مش محتاجين حد من عندهم. فشيو بيرفض يسمع كلامهم، والقائد ابو تيان بيتكلم واللي معروف بقوته القادرة على إبادة بلدان كاملة بيقول شكلكوا كده عاوزين تموتوا. فجأة بيهجم عليهم بسرعة مرعبة، ولكن في تلك اللحظة قام بيطلق العنان لقوته. ايوه انها القوة العظمى البوابة السماوية. بينقضوا على بعض بسرعة جبارة. دي شكلها تبقى مدعكة بجد يا صديقي. وده كان الجزء الأول من حكاية الأسطورة أنلين. وعاوز أقول لك يا صديقي اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص حرفيا متعة مش طبيعية. فلو عاوزين الجزء التاني فاكتب لي بسرعة في الكومنتات، وبإذن الله لو لقيتكم عاوزين نكمل الحكاية دي فخلال يومين 3 بالكتير هتلاقي الجزء التاني عندك يا صديقي. وأهم حاجة ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأراكم في لقاء آخر، ويلا سلام.